مسلسل على الدنيا السلام انعرض أول مرة في عام 1987، وسلط الضوء على جشع وطمع الإنسان، وفضح كيف إن الطمع يوصل لدرجة ظلم الأهل وحتى أكل مال اليتيم. المسلسل يركز على قصة الأختين محظوظة ومبروكة اللي جسدوا أدوارهم بكل براعة عمالقة الدراما الخليجية حياة الفهد وسعاد عبد الله، واللي يتآمر عليهم عمهم عشان ياخذ ورثهم، فيدبر لهم تهمة الجنون ويدخلهم مستشفى للأمراض النفسية. ليش؟ شبح ويوه ما حلاها ربي ميانين. يلا امشي 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 عمت عينك شنتي وتنبر كبي يلا ولي ما قصرتي ناخذ ميانين. اي منكم اكثر انتو عمي. ايه غصبا عليكم. شبعت يلا تفضلتي انت يا بنتي. يلا واقفين لنا. وقفوا روح الله لا يوفقكم، يعلى الله على الظالم ان شاء الله. قولوا امين. ويه ربي حبيبي تبين حوبتنا فيهم يا كريم. ما قصرت يا رب العالمين. انت ونشكرك ونشكرك يا رب. لكن محظوظة ومبروكة ما استسلموا لها المؤامرة، وبدت رحلة هروبهم من المستشفى في أحداث تجمع بين الكوميديا والدراما بطريقة ما تتكرر. وبعد ما قدروا يهربون من المستشفى دخلوا في دوامة من المواقف والتجارب، وقابلوا ناس كثير وكل واحد بطباع ونفسيات وأخلاق مختلفة. وبطيبة وبراءة محظوظة ومبروكة اكتشفوا إن الحياة برا قاسية، وإن هالدنيا ما تعترف بالقلوب النقية مثلهم، فقرروا إنهم يرجعوا لنفس المكان اللي هربوا منه من الأساس اللي هو مستشفى المجانين. وكانت لحظة النهاية عظيمة وحزينة، يوم شالوا أحذيتهم بدأوا يركضون بطريقة هستيرية تهز المشاعر. هالمشهد الخالد كان ختام واحد من أروع مسلسلات الثمانينات. طالع حواليك يا دكتور وانت تعرف اذا الدنيا كانت بخير ولا لا. هذا اللي من اللي ابو منية خير. هذه اللي تزوج عليها زوجها وقطها بالشارع هو عيالها، ولما طالبت بحقوقها وعلت صوتها قالوا عنها مينونة وقطوها هنين. وهذه عيالها هم يا ابوها بيدينهم هنين وتقول الدنيا بخير. وهذه اللي ما تزوجت لكنها لما اختارت الانسان اللي تبيه وقالت حقها لها هذا اللي ابيه وابي اتزوج